عمرك قلتي على راسك انك كبرتي وفات الفوت باش تتعلم حاجه جديده؟ ولا انا هكا داير اخويا ما عمري غنتغير؟ بزاف منا كيسحب لهم بلي الدماغ بحال البيطون ولا السيما فاش كينشف في الصغر ولا كيبقاو دوك السكاكي ديالهم طراسين للابد. لكن العلم اليوم كيقول لنا بلي هادشي كذبه كبيره، ودماغك لداخل ما كينشفش، هو عباره على غابه حيه كتبدل تكبر تصغر كل ثانيه على حسب شنو كدير. اجي نهضروا على المعجزه سميتها المرونه العصبيه. تخيل معايا دماغك بحال شي غابه كثيفه، فاش كدير شي حاجه لاول مره بحال كتحاول تفتح الطريق وسط الشجر بالمنجل، كتكون طريق صعيبه طويله وكتعي. كاين كل ما عاودتي هذيك الحاجه هذيك الطريق كتولي واضحه وسهله وحتى الشجر كيبعد من الطريق. هذا هو التعلم. المرونه العصبيه كتقول بلي الخلايا ديال الدماغ كيديروا اليد في اليد، كيبنيو قناطر جديده كل ما تعلم شي لغه او رياضه، وحتى فاش كتحاول تبدل طبع خايب فيك. في القديم كان كيسحب لهم بلي فاش كيوصل بنادم ل 25 عام الدماغ كيحبس من النمو، ولكن اليوم شفنا الناس في 60 70 كيتعلموا لغات جديده، وشفنا ناس تصابوا بحوادث وفقدوا النطق، والدماغ قدر يعاود يبرمج راسو باش ينطق من جهه اخرى. الدماغ كيتسمى بلاستيكي، يعني بحال البلاستيك، ماشي حيت هو ميكا ولكن حيت هو قابل للتشكيل، يعني كنشكلو كما بغينا. الا حبستي من التعلم الطرق القديمه في الغابه ديالك كيسد عليها الشوك، ولا تعلمتي كتحيي مساحات كانت ميته. هنا فين كاين السر ديال النجاح والفشل. علاش العادات الخايبه صعيب تبدلها؟ حيت ديك الطريق في الغابه ولات اوطوروت، ولكن الخبر الزوين ملي تقدر تبني طريق جديده حداها. في الاول غتكون صعيبه، ولكن بالتكرار الدماغ كيبدا يحول الطاقه من الطرق القديمه لطرق جديده حتى كتموت العاده القديمه بوحدها. ولكن انت هو المهندس ديال الدماغ ديالك، انت هو الانجينيور، انت اللي كتقدر تختار القناطر اللي غتبني والحيط اللي غادي تطيح. وفان المرونه العصبيه هي الامل العلمي، حيت هي اللي كتقول لك بلي انت اليوم ماشي انت هو غدا، بلي الذكاء كيتصنع والشخصيه كتبدل، بلي العجز هو مجرد فكره في راسك تقدر تفورماطيها. وانت بنظرك شنو هو الطريق الجديده اللي غتبدا تحفرها في الغابه ديالك؟ بارطاجي هذه الحلقه وبدا تفرج في شي افلام اللي كيدويو على هذا البلان. كاين حتى افلام كوميديه اللي جبدات هذا السوجي هذا من قبل، بحال 8 جيجا ديال اللم. ايه يا اسطى دكتور الحقني، ده انا سلمت على اشرف السكرتير 7 مرات وحاسس ان عايز اسلم عليه تاني. كنصحكم تفرجوا وتضحكوا، ولكن في نفس الوقت كنصحكم ان الانسان يخلي الامل ديالو ديما، ان الامل عمره كيتقطع في الدماغ ديالنا.